بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، شراكم ان شاء الله تكونوا بخير وتلقاكم هذا الفيديو مهنيين. كالعادة قبل ما نبدا نرحب بكم كامل، نقول لكم القناة قناتكم، واللي مازال ما اشتركش نتمنى انه يشترك ويفعل الجرس باش يلحقكم كل جديد. نبقاو دائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية واكيد البنينة. اليوم جبت لكم هذو لي كروكات اقتصاديين. شوفوا بكاس تاع روز يدير لكم طبسيم ما شاء الله، يجوا بزاف بزاف بنان ويجوا مقرمشين. وشفتوا يعني الكبار والصغار نحبوا ذيك الحاجه الكروكونت هذيك اللي تكون مقرمشه وبنينه. هنا البنات انا عندي كيله تاع الرز. انا استعملت الرز الابيض، ما ديروا لا بسمتي لا مفور، استعملوا الرز الابيض العادي. هنايا جبته حطيته في الماء باش نشلو من هذاك التراب، خاطر انا الرز الابيض هكا نشري تاع الميزان. المهم انا نشري باكي ولا ميزان البنات، دائما نشل الحبوب هذه تاعي اللي نشريها. هنا نشلوه بصح ما تشلوهش بزاف، حنا ماذا بينا يقعد فيه هذاك شويه تاع النشا تاعو باش كي يطيب لنا من بعد يتلاصق لنا. انا كي نكون حنديرو كيما نقولوا حنا طابق طاجين شغل ان بلا تاع رز بالدجاج ولا الرز تاعي نشلو مليح باش نتخلص من كامل هذاك النشا، باش من بعد يطيب لي حبه بحبه. بصح كيما كي نروح نديرو هكا دي كروكيت نروح ما نشلوش مليح، نشلو خطره ولا وخلاص. المهم البنات حطيته في الكسرونه، درت عليه 2 كيسان ونص تاع الماء وحطيته يطيب لي. كي تشوفوا الرز تاعكم طاب روحوا صفيوه. انا ما تخلوش يطيب لكم حتى كشغل يتعجن معاكم، لا لا، طيبوه عادي، طيبوا الرز تاعكم تشوفوه طاب مليح هكا عادي، ما تخلوش يتعجن باش الكروكات تاعكم يجيكمش معجنين ويجوا ثقال. هنايا جيت زدت عليهم مغرفه كبيره تاع فرماج تاع البيدون. نتوما ديروا فرماج تاع البيدون ولا ديروا مثلثات، الا ما كانش عندكم ديروا 2 مثلثات ولا اي نوع تاع فرماج كان عندكم. زدت ربيت عليه هكا السنه تاع الثوم، وجبت انا هنايا كانت عندي حبه بصل صغيره، طيبتها هكايا في 2 مغارف تاع زيت، قطعتها صغير صغير وطيبتها. البنات تحبوا تستغناو كامل على البصل تقدروا ما ديروش. هنا ثاني تحبوا ديروه خضر تقدروا ديروه خضر بلا ما طيبوه، بصح راهو رايح يطلق لكم الماء في الروز تاعكم وراهو رايح يجريه لكم. يعني من الاحسن الا زدتوا البصل يا طيبوه يا ما تزيدوهش كامل. ونجي هنايا نزيد الباطا تاعي تاع الطون تاع الزيت، كنت صفيته من الزيت تاعو وزدته. هنا البنات ماشي شرط تزيدوا الطون، هنايا درت هذو لي كروكيت كيما نقولوا باش تجي فيهم البنه تاع الطون. تقدروا الا كان عندكم كاش طرف تاع دجاج مثلا في رمضان مثلا ولا راكم تصوموا ولا تقدروا ديروا شريبه ديروها بهذاك الطرف تاع الدجاج، ومن بعد كي يطلق البنه وطيب لكم الشربات تاعكم ولا يطيب لكم هذاك الطرف تاع الدجاج نحيوه وفتوه في هذا الرز. يعني حتى تضربوا عصفورين بحجر، كما تقدروا ما ديروا فيهم والو. زدت هنا معاهم المعدنوس، وزدت زيتون مقطع صغير، حبه بيض، مغرفه صغيره تاع الهريسه، ودرت الملح والفلفل الكحل والكمون. هنا البنات راكم رايحين تشموا ريحه الكاشير ولا ريحه المرقاز، يعني هذيك الريحه تاع الثوم مع الكمون وكامل والزيتون حطيت لكم ريحه تاع كاشير ولا ريحه تاع المرقاز. يعني شوفوا غير من ريحتهم راكم رايحين كيما نقولوا تتشوقوا باش يطيبوا وتاكلوهم. نجو نخلطوا هكا. من الاحسن في الكاس تاع الرز ديروا حبه بيض تكون صغيره، ما ديروش حبه بيض كبيره، لخاطر الحبه بيض تاع كبيره حتجري لكم شويه الرز تاعكم. وثانيك الا قاعد جرى لكم شويه الرز تاعكم ما تخافوش. شوفوا انايا حسيتو شويه جاري لي، زدت له 2 مغارف كبار تاع لا شابلور. الا حسيتوه جرى معكم زيدوا له 2 مغارف شابلور وحطوه على جهه حتى يبرد. لازم الرز تاعكم تخدموا به حتى يبرد، نعرفوا الرز بلي كي يبرد يزيد يحكم روحه. نخلط هكايا مليح. وهنا البنات الاضافات ماشي شرط تزيدوا له كيما انا، تقدروا تستغناو على الزيتون، تقدروا تستغناو على معدنوس، ما هم تقدروا ديروا قزبر. المهم نتوما واش تحبوا ديروا اضافات فيه. ومن بعد ما خليته برد لي هنايا جبت هذاك الخليط تاعي تاع الرز، وجدت لا شابلور هكا في طبسي، وجدت الفرماج تاعي مقطع هكايا دي باغيت طوال. انا هنا استعملت فرماج موتزاريلا، وانتم استعملوا اي فرماج يكون عندكم من غير تاع البيدون. تاع البيدون يجي شويه جاري راح يخرج لكم في المقله ويغبنكم. استعملوا يعني جبنوا مثلثات ولا الجبن هذاك الكاري ولا ديروه الداخل. ومن بعد حطوها في لاشابليغ ورمدوها وسقموها بيدكم. هنا ماشي شرط تشكلوهم هكا صبيعات كيما انا، تقدروا ديروهم مكورين. يعني تجيبوا شويه تاع رز ديروا هكا ثقب في الوسط، تحطوا مربع تاع، ما تديروش بالطول الفرماج تاعكم، تقطعوه مربع تحطوه في الوسط وتكوروا بيدكم وترمدوه في لاشابليغ. على بالي بلي هذيك المغرفه يتنرفي فيكم كيما انا كي راني نشوف الفيديو قلت كيفاش ما تنرفيتش كي كنت نخدم ونحيتها. يعني كل خطره راهي تحب تطيح لي. شوفوا نرمدو هكايا مليح، وكل ما يتعمروا يديكم هكا بلا شابلور وروحوا غسلوهم البنات وعاودوا يعني خدموا 4 حبات 5 من بعد غسلوهم
وعاودوا كملوا خدموا. هنايا تحبوا تخدموا وتقليو، تديروا الزيت تاعكم تسخن، راكم تخدموا بالحبه وتقليو. بصح هي من الاحسن انكم توجدوهم كامل، ترمدوهم هذوك الصبيعات تاعكم ترمدوهم كامل، ومن بعد تروحوا ديروا الزيت تاعكم يسخن. شوفوا انا ما كثرتش الزيت، درت شغل الحق ما نقلي كيما نقلي البطاطا، ومن بعد رحت حطيتهم وبديت نقلي فيهم، وما تقلبوهمش حتى تحسوا بهم بلي تحمروا لكم، يعني من الجهه اللي يكونوا محطوطين فيها في الزيت. كي تشوفوهم تحمروا اقلبوهم. وهي من الاحسن هذوما لي كروكات وكامل البنات نقلوهم في كسرونه، يعني اللي كنت تكون عندنا كسرونه تكون سبيسيالمون للقليان، كي راح نديروا فيها الزيت شو راح يطلع معانا. وكديروا لي كروكات تاعكم راح يغطسوا ويطيبوا لكم على مره، يعني من الفوق ومن تحت ومن كامل الجوايه. ومن بعد هنايا شوفوا هكا قدمتهم، تقدموهم هكا مع لي صوص مايونيز كاتشوب. المهم تقدروا حتى ثانيك تقدموهم مع مرقه، بصح الا قدمتوهم مع مرقه ما ديروش فيهم الطون، ديروا غير لي كروكات تاع الرز وحدهم ولا بالدجاج ولا، وديروا مريقه بالحميصه ولا بالجلبانه وتقدموهم بها. نتمنى حبيباتي ان الوصفه نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليا بجام، ونستنى تطبيقاتكم. مع السلامه.